السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات من السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وباحسن صحة واحسن حياة. ايه رأيكم بقى في العظمة دي؟ قولوا لي انتوا بقى، لو هتجيبوها من بره هتجيبوها بكام؟ اول حاجه دوت كان معايا نص كيلو كنافه. انا كنت حطاه في الفريزر، وابتدي بقى افركه كده. هو ممكن بيبقى سهل جدا، يعني ما بياخدش منك وقت ولا مجهود. مستصعبه الموضوع، حطي فيه الكبه بس ضربتين كده وخلاص، بيبقى ناعم معاكي وتحفه. انا كمان النص كيلو ده ما خدتوش كله، انا خدت منه ربع كيلو. هو الربع كيلو هو اللي عمل لي الطاجن اللي انتوا شفتوه ده. سهله وسريعه ويعني خطواتها مش صعبه خالص، ولا مكوناتها، وصدقوني اوفر بكتير جدا من اي مكان هتجيبيها. الاسعار دلوقتي بقت اوفر جدا وسعرها عالي. وهي ايه ده؟ كنافه كريم شانتيه مانجا بس يعني. لو انت مخزنه مانجا هتلاقيها، هتعمليها بكل سهوله. بصوا هنا فركتها وشلت بقى نص الكميه. ابتدي بقى احط ايه؟ هحط معلقه كبيره سكر بودر. انا حطيته في ايدي وفركته لان السكر كان عندي مكتل شويه. السكر البودر ده بيعمل ايه؟ بيساعد في ان الكنافه تتحمر معاكي وتاخد لون حلو بسرعه. تمام. طبعا ممكن تحطيها في الفرن، في صينيه في الفرن. يعني لها كذا طريقه تسويه، في صينيه في الفرن، وكل دقيقتين كده تقلبيها بمعلقه لغايه لما تتحمر. في طريقه تانية ممكن تحطيها في الاير فراير برضو، وكل دقيقه او دقيقتين تطلعيها وت... وتقلبيها برضو. انا بقى صراحه استسهلت اسهل طريقه، حطيتها ايه؟ في الحله كده على النار. وطبعا اللي انت هتحطيها في الفرن او في الاير فراير لازم برضو تحطي لها سمنه. يعني تكوني حاطه لها السمنه ومغلفاها بالسمنه قبل ما تدخليها. انا هنا حطيت السمنه عادي في الحله سخنت، وبعد كده نزلتها زي ما انتم شايفين. وابتدي اقلب. في الاول هتلاقوها انها بتكتل معاكم، يعني بتعمل زي كور كده زي ما انتم شايفين مكتله. طول ما هي بتتحمر وبتاخد لون وبتستوي مع، يعني يعتبر الكنافه كده نيه وبتستوي معاكم وبتحمر، هتلاقوها بتفرفط منكم والتكتلات دي بتفك لوحدها. اي نعم هي بتاخد وقت شويه، يعني بتاخد حوالي 7 دقايق على النار، لان انت بتعمليها في الحله على نار هاديه مش على نار عاليه عشان ما تتلسوعش منك، ويبقى جزء متحمر وجزء ابيض زي ما هو. فبتبقى على نار متوسطه، ايدك فيها على طول زي ما انتم شايفين. تمام. اهم حاجه صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ولو مش مشتركه اشتركوا وفعلي زرار الجرس وحطي لايك جميل وكومنت جميل منكم ان شاء الله. آم، وزي ما انتم شايفين كده. بصوا هنا كانت ابتدت تخش في التحمير وابتدت تفك شويه زي ما انتم شايفين. طبعا طول ما انا بقلب بفككها. هي سهله جدا، بس هي كل الفكره فيها هي في الكنافه لما تتحمر. فشوفي انت اسهل طريقه ليكي ايه وحمريها بيها. هنا كانت ابتدت هي تاخد لون من تحت، وانا برضو ايه بقلب فيها. هنا بقى كانت خدت اللون الجميل ده. اللون الجولد الفاتح مش الغامق، لان هي لو غمقت برضو قوي بتبقى آم، مش فكرة ناشفة، لا بس بتبقى مرة شوية. هنا خلاص كانت خدت اللون الحلو. ببتدي برضو لو فيها شوية تكتلات صغيرة لسه فيها تكتلات، دي ما بيضة بكسرها زي ما انتم شايفين كده. وخلاص بقى كده بتبقى خدت اللون وتحفة. لازم تخرجيها ما تسيبهاش في الحلة، لان طبعا الحاجة اللي انت عاملاها فيها درجة الحرارة بتاعتها لسه سخنة. فطول ما انت سايباها هتفضل تستوي، هتحمر اكتر. فلازم تطلعيها على صينية او في بولة او في اي حاجة يعني تبرد خالص، لان احنا لسه هنحط لها حوالي ربع كوباية سكر، ربع كوباية شربات، أو تلت يعني حسب التحلية اللي انتوا عايزينها. فلو ما ينفعش تحطي لها الشربات أبدا 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 وهي سخنة. لو حطيته لها وهي سخنة هتلاقيها كتلت معاكي وبقت قطع يعني. فاهمين انا قصدي ايه؟ قفشت كده. فلازم تبرد تماما. انا طبعا حطيتها خلاص في البوله وهسيبها بقى تبرد براحتها لغايه لما اضرب الكريم الشانتيه بتاعها. هنا جبت تلجتين تلاتة بقى حسب التلج اللي عندك، ودول نص كوبايه سكر وذرة فانيليا. وهنزل بيه كوباية مية عادية جدا من الحنفية. احنا الجو ساقع يعني والمية بتبقى ساقعة وكده. وكمان التلج بيساعد ان الكريمة تعلى معاكي. انا الاول هضرب المية بالسكر بالمضرب كويس عشان اتأكد ان السكر داب معايا، ميبقاش مخرز مع الكريم شانتيه. حوالي بس كده دقيقة واحدة اللي هو يدوب زي ما انتم شايفين. والله يا بنات طعمها كان خطير ما شاء الله. وعلى فكرة دي من الحاجات اللي كل ما بتقعد كل ما بتحلو. نزلت الكريم شانتيه. طبعا ممكن تضيفي لها كريمة لباني، ممكن تضيفي لها كريم باستري، ممكن تضيفي لها معلقة قشطة، يعني اللي انت حباه. ممكن تضيفي لها شوكولاته بيضه. بس في الاخر يعني بعد ما بتضربي الكريم شانتيه خالص بتحطي لها مثلا معلقتين 3 من الكريمه السايحه. وتضربي بس بالمضرب كده شويه. انا هنا فكيت المضرب ودوبته شويه عشان لما اضربه يعني بالمضرب الكريم شانتيه ما ينطرش مني بره وبهدل بقى الدنيا وكده.
بتضربي الاول على سرعه قليله، وبعد كده بتزودي السرعه طول ما انت شغاله بتضربيه، بيعلى معاكي. الكريمه دي زي ما بقول لكم اسمها المتحده، حلوه جدا جدا، وبتعلى بالذات لما بتحطي لها التلج، بتعلى وبتديكي كميه كتيره. انا ما شاء الله الكميه دي عملت لي الطاجن، وما شاء الله الطاجن مليان كريمه، وفاض كمان، يعني فاض مني علبه انا بحتفظ بيها عادي في الفريزر، بطلعها تفك وبضربها كمان، بديها ضربتين تاني بالمضرب، بتنفش تاني وكأنها لسه معمولة. زي ما انتم شايفين كده، بصوا كانت بقى خلاص ابتدت تتقل معايا، وكل ما انت ما بتضربي طول ما هي بتتقل معاكي. بس انا مش حباها تبقى تقيله زي ما انا بقى بعمل مثلا بيها روزيتات للتورت او للجاتو او للحاجات دي. انا عايزاها مضروبه تقيله بس ناعمه، يعني فاهميني، سايله شويه، لان انا عايزاها تبقى جوسي يعني كلها كده. فاهمين انا قصدي ايه؟ لان الحاجات دي كمان لو لسه هتحط في التلاجة فبتمسك مع بعض. دوت بقى بوريه مانجا، يعني من غير اي حاجه، بوريه مانجا بس، يا دوب حطيت له حوالي ربع كوبايه ميه عشان الخلاط بس يضرب، لان كانت المانجا عندي مجمده شويه، من غير سكر من غير اي حاجه. ابتدي اقلب لغايه لما المانجا تبتدي يعني تختفي شويه. انا كمان مش عايزاها تختفي قوي، انا عايزه احس فيها ان المانجا باينه. انتوا فاهمين انا قصدي ايه؟ طبعا دي حاجه تريحك، انت مش حابه شكل المانجا ممكن تخليها كريمه بيضه عادي، وهتكتفي بطبقات المانجا اللي احنا هنحطها. ممكن تفضلي تقلبي فيها لغايه لما يعني شكل المانجا يروح خالص. انا بالنسبه لي كنت عايزه احس بيها، يعني ما حاولتش ان انا اقلبها جامد. هتجيبي بقى القالب اللي انت هتعملي فيه، او البايركس، اي حاجه يعني اللي انت حابه تعملي فيه. طبعا لو انت هتاخديها لحد بره، ده كان عندي شربات جاهز، حطيت ده يعني كان نص كوبايه، خدت نصهم، يعني حوالي تلت كوبايه او حاجه. طمن، والله تلت ولا طمن انا مش فاكره، يعني النص ده، النص الكميه دي خدت نصها. ايه تاني كنت اقول لكم ايه؟ لو انت هتاخديها يعني زياره لحد او حاجه، في قوالب اكليريك كده بتبقى نازله، بتبقى خطيره، بتبقى حلوه قوي قوي للحاجات دي. بتجيبيها برضو بتمشي بنفس الخطوات. بس هنا بقى قلبتها وغلفتها كويس قوي قوي بالشربات. بصوا بتبقى يعني نص الكوبايه انا خدت نصها، يعني ربع كوبايه بالظبط، ربع كوبايه. بس قلبتها بقى واتاكدت انها اتغلفت كويس. جبت البايركس بتاعي، هبتدي الاول انزل بيه كريم شانتيه معلقتين كده كبار، وبعد كده هبتدي انزل بالكنافه طبقات بقى كده، وبعد كده انزل بطبقه مانجا، وبعد كده انزل تاني بطبقه كريمه، وهكذا يعني حسب ما انت عايزه تعمليها طبقتين او 3. هي بصراحه طبقتين بتبقى حلوه جدا، لان 3 هتبقى عاليه قوي. بصوا شكل بقى الكنافه تحفه ازاي، واخده لون خطير، خطير جدا، وطعمها تحفه من غير ما تمرر ومن غير ما تغمق ولا اي حاجه. اهم حاجه بقى ما تنسوش اللايك، حطوا لي لايك شجعوني بيه. ورمضان لسه يعني طويل قدامنا. كل سنه وانتم طيبين. هعمل معاكم، يعني احاول اعمل معاكم معظم الحلويات الشرقيه، بس يعني ان شاء الله بس ايه نلحق يعني في رمضان، لان احنا لسه جايين بقى كحك وبسكوت وحاجات كده، فان شاء الله الحق اعمل معاكم على قد ما اقدر يعني. رمضان معروف بالحلويات بتاعته، لازم يبقى فيه حاجه حلوه في البيت بعد الفطار، دي حاجه اساسيه. ربنا يا ربي يعني يجعل بيوتنا كلها عمرنا بالخير يا رب، وتبقى كل المكونات دي عندكم. انا كانت على فكره المانجا دي انا كنت مقطعاها كده اوريدي، ومفرزاها في يعني في الفريزر عندي. يا دوب طلعت الكيس فك خدتها بس. يعني صراحه ما كانتش بالنسبه لي مجهود، لان انا كانت كل حاجه عندي متجهزه. بس ابتدي بقى تحطي بقى كده طبقه مانجا حلوه، عشان تبقى كلها كده طعمها مانجا بقى، والقطعه قطعه يعني، بصوا ما شاء الله متقطعه مكعبات وخطيره، وقطعه كبيره يعني محمله. المانجا دي كانت ملحمه. ابتدي بقى انزل تاني بمعلقتين كبار كريمه، برضو اوزعها كويس زي ما انتم شايفين. وبعد كده انزل بقى بطبقه الكنافه واوزعها. بصوا انا بقى كنت بظبطها، يعني بقفلها كويس قوي بالكريمه، واحاول اظبطها يبقى كل حته مليانه كريمه زي ما انتم شايفين كده. هنبتدي بقى ننزل تاني بالكنافه، وفي الاخر هعمل روزيتات كده من فوق، يعني من الجناب زي ما انتم ما شفتوا، واحط الكنافه في النص زي ما انتم شايفين. قولوا لي لو في وصفات انتوا حابيني اعملها، اكتبوا لي برده في الكومنتات، وان شاء الله اعمل معاكم كل حاجه. انا السنه اللي فاتت تقريبا سالت على الكنافه دي، يعني دخل في محل يعني بتاع حلويات وكده،
والله العظيم يعني تقريبا كانت نص الطاجن ده نصه كانت ب260 360 حاجه كده، كانت حاجه و60، يا 200 يا 300. اللي هو ليه المبلغ ده وهي اصلا مش مكلفه حاجه يعني. كوبايه الكريمه دي يعني طمن، اصلا طمن كريمه خام، واكيد مش هيعملوها بلبن يعني، لان هما الحاجات دي المفروض ما يعني بيحطوا لها منكهات، بس ما بيعملوهاش بلبن عشان ما تبص اللبن برضو الحاجه يعني سهل ان هو يبوظ بسرعه. فليه مبلغ زي ده وهي اصلا مش هتتكلف ربع التمن؟ يعني كتير قوي بصراحه. بس زي ما انتم شايفين كده، انا كان لسه فاضل معايا كريمه، كان ممكن اكتفي ان انا احط بس يعني الروزيتات اللي هي المره الواحده دي. بس انا كان لسه فاضل معايا كريمه في الكيس، فرحت عامله كمان طبقه تانية زي ما انتم شايفين. طبعًا بقى الشكل اللي أنتِ حاباه، حابة تحطّي لها المانجا بس كده وترصيها. أنا قبل كده عملتها، كنت مقطّعة المانجا زي جوليان كده، كانت مانجا ناشفة شوية، فقطّعتها عملتها زي دايرة داير ما يدور، وكانت برضه شكلها حلو جدًا من غير ما أعمل لها روزيتات من غير أي حاجة، يعني الشكل ده والتزيين حسب ما أنتِ عايزة وحسب المتاح عندِك. أنا لإن الكريمة كانت فايضة معايا، فعملت لها بقى روزيتات وحطيت لها المانجا. بالله عليكم بصوا شكلها أصلًا خطير إزاي ويفتح النفس. حاجة تحفة، تحفة بمعنى كلمة تحفة، وطعمها كان خطير. بصوا الجمال. ندي بقى كده شوية تاتشات كده للون، حطيت شوية فستق مجروش كده من فوق. طبعا عندك زر ورد، ممكن تحطي كام واحدة كده يدوا تغيير برضو، يدوا شكل حلو ولون ولون جميل وديزاين كده خطير. هنا بقى بصوا كنت بقطعها معاكم، هنا كانت بالظبط قعدت حوالي ساعتين في التلاجة. طبعا هي كل ما بتقعد زي ما بقولكوا كل ما بتحلو. بصوا بقى شكل الطبقات وناعمة وخطيرة. وده كان فيديو النهاردة، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.